صار عندك شك في القرآن، صار عندك شك في السنة. والله ايش دراك من الأحاديث كلها صحيحة؟ أنا ما أخذ بالأحاديث. ايش تأخذ فيه؟ عفوا مع احترام لك، أنا بس أؤمن بالقرآن. بالقرآن. طيب القرآن قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وين الأوامر والنواهي اللي جاءت عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل كنتم تحبون الله فاتبعوني. كيف نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن فقط؟ وين السنة؟ وين أفعاله؟ كيف نصلي؟ هل القرآن قال لك صلاة الظهر 4 ركعات تجهر بالمغرب والعشاء والفجر وتسر في الظهر والعصر؟ موجودة هذه في القرآن؟ هي أي آية؟ ما هي موجودة في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شلون أطيعوا الرسول بس في القرآن؟ هي بأفعاله. الشك في قضية الأحاديث مو كلها صحيحة. نعم، مو كل أحاديث صحيحة، في هناك أحاديث ضعيفة مكذوبة وغير صحيحة، لكن الواجب علينا أن الواحد يؤمن بالحديث الصحيح ولو كان إذا أنت بتشك بالأحاديث يجيك شك يمكن بالقرآن. اللي نقل لنا الأحاديث هم الذين نقلوا لنا القرآن.